التي ذهب اليها. الملعب ممتلئ بالنجوم، ممتلئ باسامي كبيره في عالم الساحره المستديره. كابتن محمد نصر اليك الكلمه. طبعا شكرا يا مصطفى اللي اتكلمنا عن مشوار الفريقين. طبعا معانا حسن عادل وسنبدا معاه مشوار احداث اللقاء الاول وهو لقاء القتال. كل الشكر طبعا للكابتن محمد نصر كبير المعلقين في المنطقه، وكل الشكر ايضا للكابتن مصطفى صبحي وهنا الساده لملك التصوير الجيل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا المباراة احداث المباراة الشوط الاول بين عمالقة التصوير والكورة من جديد مع شعب الكابتن الحلي. ترجع الكورة الثاني عنديل يمشي عنديل واحتفل تدخل الميدان. ترجع الكورة الثاني للدفاع. اتفرج على الماتش ده اصلا يخش الله بالك اهو. اتفرج على الماتش وبالك اهو. اتفرج على الماتش ده اصلا يخش الله بالك اهو. اتفرج على الماتش وبالك اهو. يلعب المرة من جديد في اتجاه الجيل، يمشي كاس الحلي، يعدي كاس الحلي، يغير اتجاه اللعب، لكن يقطع الجيل، يعدي الجيل، يمشي الجيل، يلعب على كرة الجيل، لكن مع كاس الحلي تمر الكرة من جديد، يمشي التفيد، تمر الكرة، يغير اتجاه اللعب شافه، يمشي شافه، يعدي شافه التفيد، النبي شافه يمشي شافه يعدي شافه التفيد. جول رد السلام على الشافه. جول المعلقة السادة ونادى السنة فريق الشير. جول على الشافه، جول حتى في الشيكة شافه والله. وهذا الفرارة هنا، هذا الشمال، هذا الشريف هنا السادة. ترجع الكرة لكن يطلع الدفاع هنا من أبيه، يمشي ثاني لكن شافه، يعدي شافه، ماشي شافه التسويد، يمر الكرة في اتجاه إبراهيم، يقف على كرة ولا التسويد أم لا، يمشي الكرة هم عايزين من جديد، هل يمر الكرة مين يطلع التسويد جول تسويد، يمر الكرة في اتجاه إبراهيم، يقف على كرة ولا التسويد أم لا، يمشي الكرة هم عايزين من جديد، هل يمر الكرة مين يطلع التسويد جول لمين شرارة السادة. هدف هنا الأروع، هدف هنا سليم من يونس السادة. جول بس يا عم بقى انت خلاص بقى اليوم بقى يا باشا. ما كنتش واحد من على جاي واحد من على جاي الفار بعد اذنك حلو بيرقص يا عيل والله العظيم انت ولا في عيل جايب لك ولا عيل رايح. والفيوم يلعب اتجاه النيل، يلعب بينية ولا وحده. الله على تمريرتك وخطرة تلعب ويحاول ويجي يدفع عليك، اللي يجي عادي يدفع عليك، يدفع عليه ابويا فلوس. والفيوم يلعب اتجاه النيل، يلعب بينية ولا وحده. الله على تمريرتك وجيه السادة شكل هدف ولا احلى، هدف ولا اروع. 2-2 هي نتيجة لقاء القمة، نتيجة لقاء القدامى. مواهب حقيقية كما قلت لهم، لديها ذكريات وباع تاريخ في كل الملاعب التي ذهبوا اليها. ربشة خطير، ربشة مقطع خطير مهاري قناص. يا سلام يا سلام.
من المباراة وطبعا بعد انسحاب الشغال وعودتهم من المباراة طبعا ده بعيد جدا وبتستنى فريق اول ينزل رحلة كبيرة بتسال ياسر يعرفه تقريبا منذ اكثر من 6 سنوات في بطولة السود منذ كان النور حشيش تقريبا 7-8 سنوات لان وصل الى هذه المرتبة المميزة طبعا السير ياسر مع في بطولة السود منذ كان النور حشيش تقريبا 7-8 سنوات لان وصل الى هذه المرتبة المميزة طبعا السير ياسر مع مجدي عبد الغني في جمعية اللاعبين اللاعبين المحترفين الكابتن مجدي عبد الغني كل عام بيقيم دورة تدريبية داخل فندق طيليب مدينة نصر فبالتالي تاريخ كبير سواء رياضي سواء قانوني وهنا اخرى كل اسباب الضيوف من صناديق وسنسور وكل القرى المجاوره اللي طبعا كلها حاضره من اجل هذا الفاينل وهنشوف طبعا الكابتن رفعت مع الجوهر كابتن عمر في خساره الصناديق نهائي طبعا عند التعامل 3-2 امام فريق صناديق وصناديق بالرجيم التاريخي والصنادون وسنسور طبعا الحمد لله تعليق على مدار اكثر من 16 سنه ولكن هو كشاب لسه مشوار مميز فيه كابتن حسن عادل الايضا طبعا شبيل الكون واللي كان احد اهم وابرز النجوم في وقت ما كانش فيه لا تلفزيون ولا سوشيال ميديا. نقترب على نهايه لقاء الكبار وننتظر لقاء التاريخي لقاء شنشور ولقاء كفرورس مصطفى صبحي. في مواصلة هي الكابتن محمد نصر معلقا ووصفا معنا على احداث هذا اللقاء الناري والشرط المنتظر الذي يجمع بين شنشور وفريق كفرورس. شنشور يا السادة بدأت المشوار في هذه البطولة بنتيجة لا ترضي الجمهور حقا بعد ما كانت متقدمة 3-0 عاد فريق كفر الغريب من بعيد وسجل الاول والثاني والثالث وازداد بين قوسين واسع بتسجيل شرف على طول انا معاك المتعة من شنشور يا من شنشور بلد العلم والعلماء يوم اخرجت وانجبت الكثير هي الغنية عن التعريف يا بلد شنشور. نحن اليوم في يوم على المتعة يا الله الله يعطينا العمل فرين الحي ايش نسبة الفيعة وعلخي ايش نقدر بلد العلم والعلماء يوم اخرجت وانجبت الكثير هي الغنية عن التعريف يا بلد شنشور. نحن اليوم في يوم على المتعة يا الله يا الله يا الله يا الله الكورة ينمسى يا الله الكورة ينمسى يا الله يا عالمي انبيل اللمسة تبقى يا انبيل الاثر ما زال يا انبيل كبير من يومك يا انبيل غني عن التعريف اللاعب الكبير يا انبيل. ويستغل المسؤول احترام التدبير على هذه البطولة هذا السيناريو. شكرا لك الحضور مهاجير والتسديدة خطيرة ما زالت الكرة مستمرة يا سفارة ومعها تنطلق صفرة تحتاج وبنالتي ويصد يضيع يا نساء السادة تاب الله كاسكم اينما كنتم. هنا في مركز شباب شنشور اللقاء حديث عن لقاء فريق شنشور بقيادة السلطان ورفاقه وفريق كفرورس. ترى من سيحمل الكأس فريق شنشور في وسط جمهوري وفي وسط ارضي وفي وسط الكبار ام فريق كفرورس يكون له رأينا.
وحضور تقنية VAR في ارض الملعب لاول مرة في مركز شباب شمشور. يا الله على التنظيم، يا الله على المتعة والحضور الجماهيري. الاستاد على اخر الملعب ممتلئ مع اصدقائي الكابتن مصطفى الصفا، الكابتن محمد ناصر والكابتن حسن البكري والكابتن محمد الصحصاح. زميلي مصطفى لديك الكلمة. شكرا موصول ايضا لمحمد